تحية أي واحد اشترك في القناة مع الناجم عليكم سلام. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم كما شفتوا في العنوان الخوت كاملين هاد الاحداث هادو الاخيره اللي سمعتوا على اشرف حكيمي وزوجة داني الفيس جونا سانز. غنعرفوا بعض المعلومات على جونا سانز شكون هي وداني الفيس اللي كتعرفوا القصه ديالو كامله علاش دخل السجن. خلينا نبداو في هذا الفيديو هذا. جونا سانز خلق في 1992 في مدينة تينيريفي في إسبانيا، عارضة أزياء إسبانية. علاقة ديال الزواج اللي جمعتها بين داني ألفيس وجونا سانز دامت تقريبا ما يقارب 10 سنوات، عندهم طفلين. لكن علاقة الزواج اللي جمعتهم بعد ما تهموها باغتصاب فتاة في برشلونة، داني ألفيس انسجن لمدة 12 سنة، ولكن جونا سانز طلبت الطلاق من داني ألفيس. دابا حاليا منفصلة من داني ألفيس، ولكن ماشي هذا هو العنوان ديالنا، غير اختصرنا لكم شكون هي جونا سانز باش نتعرفوا عليها. الأخبار الأخيرة اللي خرجت عليها بأن عندها علاقة مع النجم المغربي اللي هو أشرف حكيمي. كما كتعرفوا أشرف حكيمي منفصل حاليا عن الزوجة ديالو اللي هي هبة عبوك أصول تونسية. ولكن الأخبار اللي كيدوروا حاليا النجم المغربي أشرف حكيمي، انتشر واحد الخبر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن كتجمعهم العلاقة بين الزوجة ديال داني ألفيس وأشرف حكيمي. ولكن النجم المغربي ما خرجش بشي تصريح بأن فعلا كتجمعهم علاقة حب بين جونا سانز وأشرف حكيمي. ديال الأخبار كيقولوا كتجمعهم علاقة حب بين هاد الجوج هادو. ولكن الا جينا نشوفوا بزاف ديال المنابر كيكذبوا هاد الاخبار هادو، كيقولوا غير يعني الاخبار كاذبه. حتى اشرف حكيمي ما خرجش بشي تصريح بان هاد الخبر كاذب، والزوجه ديال داني الفيس ما خرجتش بشي تصريح كتقول هاد الخبر كاذب. كما كنعرفوا بان الزوجه ديال داني الفيس حاليا عندها 31 سنه، تكبر اشرف حكيمي ب6 أو 7 سنوات. اشرف حكيمي ما عرفتش انا بالضبط علاش عنده مع المهمات، هادشي اللي ما بغيتش تفهم لي. ولكن على كل الا كانت كتجمعهم علاقه الحب زوجه ديال داني الفيس واشرف حكيمي، بعد هذه ما كبيره عليه بزاف يعني في السن، يعني بيناتهم واحد 6 أو 7 سنوات، ماشي بحال هبه عبوك كانت تكبر اشرف حكيمي ب 12 سنه. المهم الخوت، يعني شنو بان لكم في هذا الخبر؟ واش فعلا يعني على حسب بعض المنابر العالميه كيكذبوا هذا الخبر، بعض المنابر بان كيقولوا هذا الخبر بان صح، يعني جمعهم واحد العلاقه حب بين اشرف حكيمي وجونا سانز. باقي ما تنشروش شي تصاور يعني بين اشرف حكيمي والزوجه ديال داني الفيس يعني مع بعضهم. المهم الخوت، بالنسبه للمعلومات اللي عندي بان هذا الخبر هذا كاذب، يعني ما منوش، يعني غير بعض المنابر اللي كتبغي تنشر هذه الاخبار هادو. بالنسبه لهذا الخبر هذا بان كتجمعوا مع علاقه، يعني انا بالنسبه للمعلومات اللي جمعت يعني هذا الخبر هذا يعني صح واحد 80%، يعني هذا كاين 100%. المهم الخوت، يعني الايام غادي تثبت لنا هذا الشيء هذا واش فعلا يعني كتجمعوا مع علاقه حب بين اشرف حكيمي وجونا سانز. المهم الخوت، هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. تحية أي واحد اشترك في القناة مع الناجم عليكم سلام.